قصة عائلة بيرني كتعتبر واحدة من أرعب القصص الحقيقية اللي وقعوا في الديور المسكونة، حيت هذه قصة تحققت منها مؤسسات البحوث النفسية وتقاد داكشي اللي وقع وسط الدار هذه، وما لقاو حتى شي تفسير منطقي لهذا الشيء، حيت صراحة داكشي ما كيدخلش للعقل بالمرة، حيت عاشوا الرعب وسط الدار هذه. كتبدا القصه كامله في عام 1979 فاش غادي ينتقل جو اللي هو الراجل ومراته روز وولادها الجوج جون ودايزي للدار ديال عائله جو. هو الولاد بجوج راه ماشي ولاد جو، هو راجل امهم، حيت روز طلقات ولا مات ليها راجلها ما عرفتش صراحه، اللي ولدت مع دوك جوج دراري وتزوجت من بعد بجو. المهم ما عليناش، هاد الدار هادي كانت ديال عائله جو المده اللي كبيره، يعني دار اللي قديمه وكبيره وتورثت ابا عن جد، حتى توفى اخر ملك لهاد الدار هادي واللي هو باين جو، ومن بعد من طبيعه الحال غادي يورثها جو. المهم رحلوا لديك الدار، استفوا داك الرحيل ديالهم باش يستقروا فيها، كلشي كان مزيان حتى لواحد الليله، وبالضبط في 27 ماي 1979 كانت روز الزوجه في الكوزينه تطيب في العشاء وغادي تسمع واحد الصوت كيهمس حداها. هي حاولت تجاهل داك الصوت، قالت واقيلا غير كنتوهم وصافي، ولكن الصوت بدا كيعلى بالتدريج حتى ولا صوت واضح ومفهوم. شي واحد كان معاه في الكوزينه كتقول كان صوت ديال بنت صغيره، ومن النبره ديال صوتها باينه خايفه وكتعيط وكتقول ماما انا سيرينا. سيرينا زعما سميه ديال البنت. روز كدور كتقلب على المصدر ديال داك الصوت، ولكن ما كاين حتى شي حاجه في الكوزينه. بدات كدور في الدار تشوف المصدر ديال هذا الصوت هذا، حتى وصلت للغرفه ديال ولادها بجوج اللي كانوا سادين عليهم بيتهم وكيلعبوا حيت كانوا صغار. يعني شنو ديال من هذا الصوت هذا؟ هي قالت واقيلا راه شي واحد في ولادها هو اللي كان كيقلد داك الصوت وبغى يضحك معاها ولا بغى يلعب معاها، ولكن ولادها لقاتهم سادين عليهم بيتهم وكيلعبوا، يعني ديال من هذا الصوت هذا. مشات عند راجلها جو وقالت ليه شنو سمعت؟ ماما انا سيرينا. قال لها سيرينا هاد السميه هادي فايته دايزه من حدايا، فايت لي سمعت السميه هادي في العائله ديالنا. بدا كيفكر حتى تفكر بلا كانت عنده واحد عمته ماتت وهي صغيره وسط الدار هادي نيت، وكان سميت هاد عمته هادي نيت سيرينا. واللي خلاه يزيد يستغرب كثر هو مراته اصلا ما عرفاش اصلا واش كاين شي واحد من عائلته سميتو سيرينا، يعني كي درت عرفت هاد السميه هادي، يعني هضرتها بصح. كانت هذه غير البدايه، دازت هاد القضيه هادي ديال سيرينا. من بعد واحد النهار كان جو ومراته جالسين في الجرده تاع الدار وغادي يسمعوا نفس داك الصوت اللي سمعته روز في الكوزينه داك النهار، ديك الروح ديال ديك سيرينا. بدا داك الصوت ديال سيرينا كيهضر وكيتمتم شي كلام اللي مخربق وما مفهومش، ولكن داكشي كان مسمع واخا ما مفهومش شنو كتقول. وفي ديك الليله نيت جدات جو اللي كانت معاهم في الدار حالتها الصحيه كانت عيانه، سخفات وغادي نقلوها للسبيطار وغادي يشدوها تمايا حيت حالتها كانت صعيبه، كانت ما بين الحياه والموت. دازت شي ايام وهما في الدار عاوتاني غادي يسمعوا ديك الروح ديال ديك سيرينا كتهضر وكتمتم شي كلام اللي غريب ومخربق. ودقه واحده غادي يمشي داك الصوت، ما كملاتش شي دقائق وغادي يصون التليفون ديال الدار، وكانت مكالمه من السبيطار اللي فيه الجده ديال جو. قالوا ليه جدتك راه مات. وفي نفس ديك السيمانه نيت اللي مات فيها جداه كان الناس وغادي يفيق على الصوت ديال سيرينا كتهمس ليه في ودانو. نض مخلوع وبدا تيقلب على المصدر ديال داك الصوت وغادي يلقى مراته كانت كتخنق وهي ناعسه بحال شي واحد تقول كيقجاو شي جيفه. بدا كيحرك جو في مراته كدا باش تفيق، فاقت وقالت له كنت كنحلم براجلي السابق كان كيخنقني. المهم هادشي خلى عائله بيرني تفكر كيفاش قبل ما توقع شي حاجه خايبه كنسمعوا الصوت ديال هاد سيرينا هادي، بحال تقول شي جرس انذار من العالم الاخر. فاش كانت جدها غادي طيح في ديك العشيه سمعوا الصوت ديالها في الجرده قبل ما تموت، قبل ما تجي ديك المكالمه الهاتفيه من السبيطار سمعوا صوتها في الدار، ودابا سمع صوتها وروز كانت كتخنق. المهم بحال تقول شي جرس انذار من العالم الاخر، هادشي هما فاش فكروا. المهم بعد داكشي الصوت ديال سيرينا اختفى لواحد المده اللي طويله، حتى قالوا صافي راه واقيلا ما عمرنا نعاودو نسمعوها وغادي يرجعوا لحياتهم الطبيعيه، رجعوا لحياتهم العاديه. نهار 5 مارس 1981 كانت العائله كتفطر في الطابق التحتاني ديال الدار، فجاه غادي يبان لهم واحد الدري صغير لابس بيجامه ديال الناس كيتمشى في الطابق الفوقاني، بان لهم غير من الدروج. حبس جهه الدروج شاف فيهم واحد شي شويه ويكمل طريقه وهو يمشي. بدا على هذه الحاله هذا كيبان وكيختفي كل مره في بلاصه، مره في الكوزينه مره في الحمام، مره يخرج من الحيط ويدخل في الحيط لمده 3 ديال السوايع في داك النهار نيت، حتى اختفى وما عاودوش شافوه. نهار 12 ماي 1981 وبالضبط مور الوحده تاع الليل كان كلشي ناس والهدوء والسكت في الدار. كانت روز باقا سهرانه كتقرا في واحد الكتاب وشعل داك الضو الخفيف ديال ديك الفيوزه باش ما تفيقش جو. دقه واحده غادي تلمح شي حاجه حاضيه داخل ديك الغرفه ديال النعاس ديالها، ولكن كانت بعيده عليها وما بيناش في ديك الظلمه، داكشي ما كانش باين مزيان حتى الضو اللي كانت شاعله كان خفيف كان يدير الفيوزه. بدات كتحقق مزيان وكتزومي وغادي تكتشف بلي هذا هو الشبح ديال داك الدري الصغير اللي شافوه داك النهار فاش كانوا كيفطروا لتحت. تمرات بلاصتها وما عرفاش ما دير، وهي في ديك الصدمه ديالها غادي يهضر داك الدري وغادي يقول فين كيمشيو كاع الناس الوحيدين ولاش انا كننتمي، وغادي يختفي من بعد هاد الجمله هادي. نهار 15 ماي 1981 الساعه 2 تاع الليل العائله كانت ناعسه ولاو كينعسوا كاملين في غرفه وحده حيت خايفين على ولادهم الصغار يتعداو من شي حاجه. جو فاق على الصوت ديال شي خطوات كثيره في كل بلاصه من الدار بحال بزاف الناس كيتمشاو في الدار، وغادي ينوض يشوف المصدر ديال داك الصوت وغادي يلقى داك الدري الصغير واقف في الكولوار ديال البيوت. بدا داك الدري كيتحرك وكيخرج من كل بيت من دوك البيوت اللي في داك الكولوار، كيدخل من هنا يخرج من هنا، كيدخل من هنا كيخرج من هنا، بحال تقول كيلعب ولا كيقلب على شي حاجه الله اعلم. جو بدا كيشوف داك الديكور وما عارف ما يدير، مسمر بلاصتو. داك الدري بدا كيشوف
جو وكيتحرك شي شويه ويعاود يشوف فيه عاوتاني ويتحرك شي شويه بحال تقول كيقول ليه تبعني بغيت نوريك شي حاجه. هادشي اللي فهمت جو. غادي تبعوا جو حتى وصلوا للدخله ديال الدار. المهم حدا الباب ديال الدخله وبدا داك الدري الصغير كيدردك برجليه على الارضيه ودقه واحده غادي يختفي. غادي قرر جو يحيد ديك الارضيه فين كان تيدردك داك الدري حيت كانت الارضيه غادي ديال الخشب. نتوما عارفين الكور كيبنيوها بالخشب تيديروا الارضيه ديال الخشب. غادي يحيد ديك الخشبه وغادي يلقى حتى واحد الميداليه قديمه ومصديه ومرسوم عليها نقش ديال السيده العذراء. جو ما كانش عارف شنو غادي يدير بهذه الميداليه هذه وعلاش اصلا داك الروح ديال داك الدري وراتها ليه. غادي يرجع غادي يكمل نعاسو حتى لغد ليه. مشى قصد اقدم واحد باقي عايش من عائلته، واحد عمو كان سميتو كارلوس. عطاه ديك الميداليه وقال ليه دير من هذه الميداليه هذه واش كتفكرك في شي حاجه. شد داك عمو كارلوس الميداليه وبدا كيشوف فيها وتيحقق وقال ليه هذه ديال خويا الصغير جورجيو اللي مات محروق في نفس ديك الدار فاش كان صغير. مات محروق وهو صغير. وهنا عرفوا بلا الشبح ديال داك الدري الصغير اللي كان كيخرج ليه هو ديال عمو جورجيو اللي اصلا هو ما عمرو شافو حيت اصلا هذا عمو هذا مات قبل ما يتزاد جو. لحد دابا هادشي كامل ما فيه حتى شي اذيه. حاولت العائله تعيش مع داك الشيء حيت ما اذاتهم حتى شي حاجه. هو واحد الحاجه راه اسماء في هذه القصه هذه اسماء مستعاره ولكن القصه حقيقيه، قصه وقعت بصح. المهم بالليل عائله بيرني كانوا كينعسوا في غرفه واحده حيت كانوا خايفين على ولادهم. ولكن هادشي كامل دابا اللي قلت لكم كان غير البدايه والتسخينات ديال داكشي اللي غادي يجي من بعد. واحد النهار غادي يشوفوا التليفون ديال الدار كيتهز في الهواء وكيتضرب مع الحيط. واحد المره غادي يشوفوا الفراش ديال الدار كيتهز في الهواء وكيتقلب. وفي هذه المره هذه اللي شافوا فيها الفراش كيتهز وكيتقلب جو غادي يهز ولادو وغادي يربيهم ويدخلهم لواحد البيت وغادي يسدوا عليهم. ولكن الباب غادي يتحل عليهم واخا كانوا سادينه بالقفل بدا كيتحل وكيتسد بحال شي واحد كيلعب به. وغادي يسمعوا الصوت داك الصوت ديال داك الدري الصغير جورجيو كيقول بصوت غضبان خويا الكبير هو الوحيد اللي كان يقدر يعاونني. ما عرفتش كان كيقصد خو كارليوس زعما هو اللي كان يقدر يعاونو فاش كان كيتحرق الله اعلم. المهم من بعد هاد الحادثه هادي كثروا الحوادث بحال هكذايا. ولكن اكثر حادث غريب كان كيوقع ديما معاهم واللي ديما كيتعاود بزاف ديال المرات هو التليفون ديال الدار. كان كل مره كيطير بوحدو في الهواء ويعاود يطيح ولا كيتهز كيتزعزع هو وراسو ومرات كيطير ويتضرب مع الحيط. وهنا قرر جو يستشر مع شي خبير في هذا الشيء ده ما وراء الطبيعه وقال ليه واحد ما حد التليفون هو اللي ديما كيتهز في الهواء ولا تيوقعوا ليه دوك الحوايج الغريبه. يعني الروح بغات توصل لك بلا خاصك تصوني على شي واحد من العائله القديمه اللي سكنت هنايا في هذه الدار هذه. واش كيقصد خو كارلوس الله اعلم. ولكن اللي غريب هو فاش كيصوني على شي واحد من داك التليفون نيت وكينطق على فمو جورجيو اللي هو الشبح ديال داك الدري اللي مات. الخط كان تيتقطع. بدا جو كيحس بالخطر وهنا شاف مع واحد القس باش يجي يدير ليه جلسات ديال طرد الارواح في ديك الدار. من بعد ما جا داك القس ودير دوك الجلسات ديال طرد الارواح غادي يوقف داكشي لواحد المده ديال الوقت. ولكن ما طولاتش المده وغادي تبان واحد الروح اخرى الروح الثالثه بحال تقول كتبان روح كتمشي كتجي بلاصتها روح اخرى. من الاول ديال الروح ديال سيرينا ودابا اللي غادي يخرج لهم الروح ديال واحد الراجل كبير شارف واحداب وظهره مقوسه. في واحد الليله من الليالي ديال يونيو 1981 روز الزوجه كانت خارجه من الحمام من بعد ما تسناو من دوك الارواح وداكشي اللي كان مبرزطهم في حياتهم. المهم خرجت من الحمام طفات الضو ديال الحمام يلا تحركات من حدا الحمام دقه واحده الضو غادي يعاود يشعل بوحدو. رجعت تشوف ما الضو شعل بوحدو غادي تلقى في الحمام واحد الراجل شارف وظهره كانت حدبه كانت مقوسه ولابس واحد العبايه كحله وجالس في الارضيه ديال الحمام جالس عند الدخله ديال الحمام عند الباب. روز غا شافته ما قدرتش تستحمل داكشي وسخفات. الصيف كامل ديال 1981 كانت ديما هاد الروح هادي ديال هاد الراجل الاحداب كتخرج ليهم ومحوله حياتهم العذاب. تخيلوا معايا لدرجه كل مره كيخرج لهم الفراش ديال الدار كيبدا يطير ويعاود يطيح. الماعن في الكوزينه كتكون روز كطيب ولا كدير شي حاجه في الكوزينه حتى شي مقله ولا شي كاس ولا شي حاجه من الماعن ديال الكوزينه كتهز وكطيح الارض كتهرس. وبعد المرات الباب ديال الثلاجه كيتحل وكيتسد بوحدو. البيبان ديال البلاكارات كيتحلوا كيتسدوا. السراج من البيبان كيتحلوا كيتسدوا بوحدهم. واحد المره وهي في كوزينتها شي حاجه غادي تشد لها وغادي تلويها يديها لورا ظهرها لدرجه فاش قلبات يديها غادي تلقى علامات زرقاء ولا طراس ديال البلاصه من شد هذاك الشيء. واحد الليله هما جالسين كيتفرجوا في التلفازه حتى دقه واحده غادي تهز البيرو اللي كانت كتحفظ فيه دايزي اللي هي بنتهم الصغيره غادي تهز من البيت ديال النعاس ديالها حتى للدروج وغادي تخبط مع الدروج. واحد النهار خرجت جو لخدمته مع الصباح وكانت روز باقا ناعسه حتى غادي تحس بالناموسيه كتهز بها في الهواء. نقزات مخلوعه من فوق ديك الناموسيه ومشات للباب ديال البيت باش تخرج وغادي تسد عليها الباب دقه واحده ديال البيت ولا الباب ديال البيت عاصي ما باش يتحل واخا عيات معاه وشي حاجه غادي تشدها من رجليها وغادي تجبدها لداخل ديال البيت. بقات كتقاتل وكتعافر حتى تلقى داك الشيء. جرات على التليفون وصونت على جو قالت لي خصك تجي دابا للدار ديك الروح بغات تاذيني. جات جو بالزربه وغادي لقى مراتو جالسه في واحد القنت من البيت ودايره بحال هكذايا بحال تكون مطاكيه على راسها ولا خايفه من شي حاجه. والناموسيه كانت باقا معلقه ودقه واحده غادي تطيح ناموسيه الارض وغادي يرجع كلشي عادي بحال ما عمر وقع شي حاجه هنايا. واخا هادشي كامل العائله ديال بيرني ما بغاش تخوي ديك الدار حتى لواحد النهار اللي غادي يعاودوا يفكروا في هادشي وبلا خاصهم يخووا الدار هذه. كانوا جالسين كيتغداو عادي وغادي تهز واحد الموس من فوق ديك الطبله بقى مهزوز هكذايا واحد شي شويه ويطيح ويتغرس في الطبله قدام عينيهم. وهنا عرفوا بلي هذا تهديد مباشر من ديك الروح بالقتل.
وهنا غادي يخوف ديك الدار مؤقتا، وجاب جو واحد القس اخر باش يدير جلسات ديال طرد الارواح في ديك الدار. بقى داك القس شهر كامل 30 يوم هو كيطرد الارواح تمايا، تيدير دوك الجلسات في ديك الدار حتى صافي دوك الظواهر الغريبه اختفاو ودوك الارواح اختفاو، ورجعت ديك الدار دار اللي طبيعيه بحال اي دار اخرى. وهنا غادي تقرر عائله بيرني ترجع تسكن في دارها. وهنا سالت القصه ديال عائله بيرني اللي يسكنوا مع الجن والارواح وسط دارهم، وهذه على ما قالوا راه قصه حقيقيه وموثقه. فوالا كانت هذه القصه ديال اليوم، كانت هذه القصه ديال عائله بيرني اللي عاشوا مع الجن والارواح وسط دارهم. الا عجبتكم القصه كيف العاده ما تنساوش واحد لايك وابوني شكون ما درتش فيه اي حاجه بغيتي، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم الا عجبتكم القصه. ولا عجبتكم القصه ما تنساوش دوزو عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا، ولا عنده شي قصه بيعاودها يصيفط لي في الانستغرام ديالي اللي هو هذا. ما تنساوش دوزو عندي لاشين يوتيوب ديالي اللي هي هذه، وكنشكركم بزاف. تهلاو.